ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يلا نقول بسم الله ونعمل النهارده بقى صينيه جلاش كده خفيفه حلوه بالجبن والبسطرمه. والمتوفر عندك طبعا في البيت، ممكن نعملها باي حاجه تاني. تنفع غدا، فطار، عشاء، اللي انت عايزاه. جعانه عندك لفه جلاش، يلا بينا نعمل لفه الجلاش بسرعه كده، سهله وبسيطه ومش هتاخد في ايدك ثواني. نجيب بقى الصاج بتاعنا، صاج صينية زي المتوفر عندك. انا بحب دايما استخدم الصاج دي في الجلاش او في الرقاق، بس طبعا اكون جايبه رقاق ايه المربع. تمام، او بجيبه بقصه من الجناب كده، هبقى اوريكم بامر الله ازاي. خلاص، هجيب بقى اللفه حلوه كده جنبي، هكون محضره يا جماعه فلفل رومي وفلفل حراق ومقطعهم. الحشو بقى دي بتاعتك، وشويه زيتون برضو ايه، شرايح كده مقطعهم على الفلفل. معلش هنا يا جماعه كنت بظبط ايه الكاميرا. طبعا عندنا معلقه سمنه وعليها زيت. خلاص، انت بقى الماده الدهنيه دي بتاعتك، بس انا بحط من ده على ده. تمام. بس وابتدي بقى ادهن الصينيه واحط ورقه. انا بدهن كل ورقه عشان ببقى عايزاها طالعه هشه ومقرمشه كده. مش لازم تدهنيها كتير قوي. بصوا يا جماعه، بعدي بالفرشه على الخفيف كده. طبعا دايما تخلي سمك الورق في كل الجوانب زي بعضه. تمام. واحنا كده يا جماعة بنعمل اوراق كده قبل الحشو. عايزة افكركم طبعا اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس ويكتب لي كومنت حلو كده ويقول لي بيتابعني منين ونفسكم نعمل ايه اكلات مع بعض وروتين يومي. بامر الله الفيديوهات اللي جايه هنزل لكم ماسكات كتير قوي حلوه وريفيوهات هتعجبكم جدا عن منتجات انا استخدمتها بالفعل، وهتعجبكم قوي قوي اذا كانت طبيه او تجميليه. تمام. بصوا بقى يا جماعة، برضو هنكمل بقى كده. الصينية بتاعتنا بتبقي قسماها نصين. تمام، بس بتزودي شوية في النص اللي تحت ورقة او ورقتين باختلاف اللي فوق، عشان الحشو بتاعها ما يبقاش ايه خفيف، يبقى ماسكة نفسها من تحت برضو شوية. بصوا انا كمان بجيبها الجلاش، مش بجيب المعلب، انا بجيبه اللي بيبقى خارج من المصانع ده، بالورقة بتاعته البيضة دي اللي بره. بيبقى اللفة نص كيلو، بتبقى حلوة قوي قوي على الصينية دي، حلوة قوي قوي على الصاج ده. بصوا خلاص انا كده قربت. بصوا بقى يا جماعة، الحشو ده بتاعك. يعني انا كان عندي جبنة آه اسبريد رومي، ما كانتش عاجبة قوي يعني البيت هنا، فما كانتش عاجباهم قوي ان هم ياكلوها في سندوتشات. بيقولك مش طعمها ما طلعش قد كده، مش عارفه ايه الكلام ده كله. احنا قلنا بقى ان ايه، نظبطها احنا بشوية التحابيش بتاعتنا، هيبقى ليها طعم تاني. اهي بصوا، قلت استغلها. هي طعمها حلو، بس طبعا مش كل الناس ايه ذوقهم زي بعض. فانا قلت طبعا لو تدخل بقى في الجلاش هيبقى طعمها مختلف تماما مع الفلفل والزيتون. وعندي حتة بسطرمة برضو احطها، يعني هيبقى حتة الجلاش تحفة. بصي بقى، عندك سوسيس ماشي، عندي شوية مفروم ماشي، عندك حتة فراخ باقية من صدر الفرخة، من ورك فرخة، تقطعيها تحطيها، مش هيقولك لا. المتوفر عندك والموجود تقدري تعملي بيه. هنعمل بقى وصفات تانية بأمر الله، وجلاش تاني بحشوات تانية. كل حاجة باجي اعملها بوريها لكم برضو. تمام. اهو بقى دي حتة بسطرمة كانت عندي اهي، شايلاها بقطع منها كده حتت واوزع. عندي بقى سوسيس ميش، في برضو لو عندك بسطرمة. وبرضو ممكن نحط لانشون عادي جدا. لانشون بقى، زيتون، فلفل، اي حاجة تقطعي مكعبات كده وتحطيه، برضو بيبقى حلو جدا على فكرة في الجلاش. هيعجب جدا الأولاد وأهل البيت أيا كان، الكبار والصغيرين بيحبوه. حاجة كده يعني. بصوا يا جماعة، المتوفر عندكم في التلاجة هنستخدمه، مش هنقول لا لأي حاجة. حتى لو جبنا قريش هنظبطها ونحيقها، نحط لها شوية زيتون، شوية فلفل ألوان مشوي، هتلاقي طعمها مختلف. ونقدر بقى نعملها حشوات وتنفع في السمبوسة. لسه هنزل لكم السمبوسة والحشوات بتاعتها والطريقة بتاعتها نلفها ازاي الصح. بصوا انا كده خلاص خلصت البسطرمة كده. تمام، حلوة قوي كده. حطيت حتة برضو لان البسطرمة مش هنقول يا جماعة ان هي رخيصة، لا، كل واحد ومقدرته برضو المتوفر عندك. تمام خلاص. دي حتة بقى جبنة موتزاريلا. بصوا، حتة صغيرة ورشتها وزعتها ايه في كل حتة كده. انا كانت حتة عندي في كيس، ما خدتهاش كلها، انا اخدت بس منها ايه حتة.
طبعا انا محضره بقى الفلفل الرومي والحراق، طبعا لو انتوا بتحبوا السبايسي، عندك اطفال بلاش، ومقطعه بصوا عليهم يا جماعه ايه الزيتون، لان ما كانش عندي زيتون كتير فقطعته عليه بحيث ان ايه يبقى متوزع، مرميهوش سليم فيبقى حتت صغيره في كل واحده كده، لا قطعته ايه الزيتونية كده قطعتين وحطيتهم مع الفلفل. تمام. بس بقى نبتدي طبعا ايه نقفل الصينية بتاعتنا بنفس الطريقة. اول ورقة اهي احطها وابتدي برضو ادهن. تمام تمام تمام، مش محتاجة اي حاجة. اقفلها برضو زي ما ايه ما عملتها، زي اول رق من تحت هنعمل تاني برضو رق من تحت من فوق، بكل سهولة جدا. اي واحدة لسه بتتعلم يا جماعة ما تخافيش، اي حاجة تتحرق منك مرة اعمليها تاني، هتبوظ منك تاني مرة مش هتبوظ. وفي ناس بجد بيعملوا الحاجة لأول مرة بتطلع معهم حلوة جدا جدا. يعني انا على ما اذكر ان انا اول مرة عملت طبخة كانت الملوخية واللوبيا، آه انا كنت اول مرة في حياتي اعملهم بجد، كنت بجري اجري على الاوضة، كانت والدتي تعبانة اجري اسالها اعمل ايه واروح جاريه بسرعه على المطبخ اخلص، فاهمين؟ بس بجد كانت احلى طبق ملوخيه انا كنت عملته في الفتره دي. ما كنتش اعرف، مش عارفه اعمل ملوخيه واللوبيا، بس عملتهم. يعني ما تخافوش وجربي مره واتنين، اعملي كميه قليله لو خايفه من حاجه. بصوا بقى يا جماعه التقطيع ده بتاعكم، بس طبعا الصاج عندي كبير فانا قطعته 6 بالعرض وقطعه 3 بالطول. تمام عشان يبقوا مربعين كده ايه الحجم برضو يبقى حلو. بصوا لا قطعته 4 كمان مش 3. كنت نسيت ولا ايه؟ اهو هيبقى كل صف فيه 4 قطع. بتمسكيها طبعا عشان الورق ما يفكش من بعضه، وطبعا ما بتدهنيش اخر طبقة الا لما بتخلصي، عشان ايه هتلزق في ايدك وانتي ايه بتقطعي. بس كده خلاص بقى. طبعا هي بتخلي بالك بقى طبعا عشان الورق ما يفكش بيبقى متقطع، تدهنيه دهنة حلوة كده من فوق الوش، وهندخله ايه الفرن. مش هسقيه دلوقتي يا جماعة، وهقول لكم بقى ازاي الجلاش ما يطلعش بقى معجن وتقيل معاكي. هقولك ازاي نعمله ايه كده يكون خفيف وحلو ولذيذ، ما يكونش كمان تقيل. اقولك بقى سر الايه الخلطة. يلا بينا على الخلطة. دخلنا الفرن نص كوباية شوربة، شوفي بقى عندك شوربة ايه، ما عندكيش واحدة ماجي خضار او نص واحدة على نص كوباية ما تكتريش، وباقي لبن وواحدة بيضة وفلفل اسود بس، ما تحطيش اكتر من كده. الشوربة بقى اللي موجودة عندك لحمة فراخ اي حاجة تمام كده تطلع خفيفة، اللبن ما بيبقاش متقلها قوي ومعجنها في بعضها، بتبقى زي الفل. انا طبعا دخلتها الفرن خلاص وسبتها. اول لما تبتدي وشها يصفر كده، بصوا يا جماعة بصوا على الخفيف اهو، اروح مطلعاها وحطلها ايه الكوباية اللي احنا ظبطناها من الشوربة واللبن والبيضة. بصوا اهو وزعتها، مفيش اسهل من كده، جميلة وخفيفة. انت مش عايز تعملي اكل جنبيها شوية بطاطس للاولاد كده، كل واحد قطعتين 3 وصينية وطبق بطاطس حلو كده كل واحد حبة، اكلتي وشبعتي والحمد لله واليوم عدى. اهي بعد ما خلصت بسم الله ما شاء الله الله اكبر، كانت جميلة جدا ومقرمشة ومورقة وحاجة فاخر من الاخر. يا رب تكون بجد عجبكم، دايما تعجبكم الوصفات بتاعتي، وما تنسونيش بقى في الشير شير. طبعا كانت سخنة استنيت تهدى شوية وقطعتها برضو هوريها لكم من جوه هي قد ايه كانت حلوة جدا جدا ومتظبطة. بصوا بقى يا جماعة بصوا، طبعا كان في حرب، فطبعا مش راضيين نصبر يعني على ان احنا نغرف والكلام ده كله، فكانت بتتاكل. بصي لونها عامل ازاي من جوه